اهلا بكم يا ابو عمو، معاكم الحكش من سلسله الحكش. في السلسله دي هنتناول مواضيع شيقه جدا وهادفه، شخصيتي اللي بهلس بيها مع اصحابي. فهتلاحظوا النهارده اختلاف كبير في اللهجه والاسلوب عن اللي انتم متعودين عليه. النهارده مفيش حموكشه، النهارده في الحكش. فاعمل اشتراك وشغل الجرس وادعس لايك وكوبايه الشاي بتاعتك، ويلا نتكلم عن انواع الشخصيات في الكليه. الشخصية الأولى العيال بتاعت الاتحاد، دول بيتسموا معنجرين الكلية. دول عاملين نفسهم الكل في الكل، وتلاقيهم حرفيا قدامك في أي مكان، تحسهم حرفيا مركبين جناحات وبيطيروا حوالينا. الفكرة بقى في إيه؟ إن تلاقي في ناس متلزقة فيهم، اللي هو طالما أنا واقف مع رئيس الاتحاد ولا نائب رئيس الاتحاد فأنا كده إيه، عيل مهم، وكأني واقف مع عضو مجلس شعب. والفكرة إن هو بيستغلك نفس الاستغلال، يعني هو بيخليك تمشي جنبه وبتتلزق فيه علشان قدام الكلية يقول شوفوا انا الواد المحبوب اللي الطلبة بتحبني وبتمشي معايا. فاللي هو حاجة دبل مينينج. لو انتوا داخلين سنة اولى، العيال دول ابعدوا عنهم، ما تعاملوش معاهم نهائي. وشهادة الله عشان نخلص ذمتنا وضميرنا، فيهم ولاد الناس اللي هم داخلين المنصب ده، لو سميتوه منصب يعني، علشان يخدموا بجد، وتلاقيهم عادي محبوبين من الكلية كلها. المهم الشخصية الثانية دحيح الدفعة، دي بقى احمد زويل في نفسه. ولو بيت تلاقيها نجيبه متولي خولي الاولى على الثانويه العامه 101%. ده هدفه الاساسي التعليم ثم التعليم ثم التعليم، واي حاجه تاني في الكليه غير التعليم ده فساد اخلاق. وبالنسبه له لو نشاط طلابي مثلا او اي احتكاك خارجي مع الطلاب ده محرمات ومنطقه محظوره. لو رحت تقول له في نشاط كذا احنا عايزينك تشارك معانا، مش بس هيقول لك لا انا ما هشاركش، هيقول لك انت عيل تافه وبتضيع اكتر وبتضيع فلوس اهلك ومصاريف اهلك وعواقب والديك. فده يا باشا ما تجربش منه غير في حاله واحده بس، علم امتحانات تاخده كده في صفك، تعرف منه المقررات الملخصات واللازم منه يعني، انما في الايام العاديه لا ما تعاملش معاه. الشخصيه الثالثه الاجتماعي، ده يا باشا المحبوب وحته السكر بتاع الكليه. هتلاقي الطلبه والدكاتره والمعيدين والعميد ذات نفسه بيتعامل معاه بكل اريحيه عادي. ليه بقى وايه السبب؟ لانه بشوش الوجه وبيحب كل الناس وبيتعامل مع كل البشر. وكمان الشخصيه دي معارفه مش بتقتصر بس على حدود الكليه، لا يا باشا تلاقيه لو من اعلام يعرف طلبه من تجاره واداب وتربيه وكل الكليات، يعني على مستوى الجامعه كلها كده. اجتماعي يعني. وعشان ما اطولش عليك نخش في الشخصيه الرابعه الانطوائي، وده اكتر شخصيه ما بتنفعش وما بتليجيش على جو الكليه. والله العظيم الناس اللي زي دي بتصعب عليها خالص. هتلاقيه شخص غامض كده في نفسه، ولو لقي اي تجمع حتى لو 5 6 هيسيبه ويطلع يجري. ليه ما عرفش؟ ومداري نفسه لابعد حدود لدرجه انك ممكن ما تعرفش اسمه اساسا، يعني تاخد معاه سنه واثنين وثلاثه واربعه وتتخرج وما تعرفش هو دي مين. بس تعرفوا لو حد حاول يجرب من الشخصيات دي هتلاقيها انضف واطيب واحسن شخصيات. هتلاقيها من الناس الجميله اللي بيض من جوه، عارفين يعني بيض من جوه، بس هو طبيعته كده ما تعودش ان هو اللي يبادر انه يتعامل مع البشر. ويا نهار اسود بقى لو دكتور طلب منه ان هو يعمل تكليف مع تيم، ده حرفيا هتبقى عقبه حياته، يعني اللي هو ارحم له انه يحول من الكليه. بس يا جماعه بجد جربوا من الناس دي وحاولوا يعني ايه تصاحبوه. وعن تجربه شخصيه زي ما قلت لكم هتلاقوه انضف الناس اصلا. شخصيه رقم 5 كوبايه الشاي ما بتظهرش غير لما اقول الشخصيات. المهم الشخصيه دي هي شخصيه الروش، ده بقى عامل زي احمد مكي في اتش دبور، وكبر الدي وروج الجي. تلاقيه واد مغفلك كده في الكليه، بيلبس لبس مطرشم بيروح بيه، مهما اتطرد من محاضرات ولا اتاخر ولا غاب ما بيفرقلوش اصلا، وحياته عباره عن ضحك وهزار ولعب ومرجعه ومسخره وقله، بس يعني ساعات بيكون دمهم خفيف. بس للاسف الاغلب بيكون خليل كوميدي الحياه الجامعيه. الشخصيه رقم 6 بتاع البنات لا مؤاخذه، ده بقى ولا تعليم في دماغه ولا كليه، وممكن اصلا على بين الاجازات ينسى اسم الكليه اللي هو فيه. بس هو جاي ليه؟ عشان يصاحب ويشقط ويرتبط ببنات. وفي الاغلب هتلاقيه واد امه اصلا، يعني ولا تعبان ولا شجان في الفلوس اللي بياخدها، فبيروح بقى يتصرمح بقى في الكليه وبيصرفها على النسوان. والمشكله ان هو بيكون شايف نفسه تامر حسني بالجيتار في فيلم عمره سلمى، وتليفوني رن تررن تررن والشغل ده. بس هو بيكون عبيط اصلا، يعني الكليه كلها بتكون شايفاه عبيط الا 5 6 بنت اللي هو عارف. فربنا يهديكم يا شباب، يعني اتقوا الله. الشخصيه رقم 7 اللي بيحضر مره واحده طول السنه، ده تقريبا اليوم الوحيد اللي راح فيه الكليه كان بالغلط، يعني هو كان قصده يروح مشوار تاني بس لقي نفسه في الكليه. تقريبا ده محدش يعرف في الكليه غير 2 3 اصحابه، والناس بتنسى شكله اصلا مش بتفتكره غير لما تشوفه. ولو ولد اللي هو يا جماعه انا كده كده اعدي السنين دي واتخرج، مش مهم احضر، مش مهم اعمل اي حاجه، شوف لي بعد كده حرفه. ولو بنت تقول لك لا يعني انا ايه
مكبره دماغي كده كده هيجي سنه من السنوات واتجوز فيه. الشخصيه رقم 8 ليدر الدفعه، ده بقى اللي بيكون عامل نفسه بيقود كتيبه 112 في رفح، اللي هو انتوا ما تعرفوش احنا بنعمل ايه علشانكم. ده طبعا نص الدفعه بتكون مش طايقاه. هما بينجحوا ازاي بقى؟ بيعملوا حركه بسيطه كده، يلفوا على كل الدفعه، معلش يعني انتخبوني، واصلا انتوا بتكونوا يعني اي فرقه اولى بتكون مش عارفه بعض. فانا حد جالي مثلا قال لي كلمتين انتخبني، هقول له يا عم ماشي هنتخبك، يعني فكك. تقريبا بعد اسبوع او 3 ايام بالظبط يخلي اي حد انتخبه يضرب نفسه بالبلغه اللي هي الجزمه، يعني عشان ايه بالنسبه بتوع ايجيبت تتفرج عليه. الشخصيه رقم 9 واللي قبل الاخيره، الشخصيه الحماسيه. الشخصيه دي تلاقيها متحمسه لاي حاجه في الحياه، اي حاجه على الكون. بيكون متحمس للسفر، بيكون متحمس للمحاضره، للاسايمنت، للامتحانات. في حد بيتحمس للامتحانات. بتكون شخصيه نشيطه جدا وعندها فرط حركه، عندهم الحماس زياده 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 فوق الوصف. سقف التوقعات بيكون عالي جدا جدا جدا، ومن اكتر الشخصيات اللي بيعملوا حاجات مجنونه. وبصراحه انا من الناس اللي بدعم الشخصيات اللي زي دي. الشخصيه رقم 10 والاخيره معانا في الفيديو، الاوفر ثينكينج، كثيرين التفكير. ده بقى بيفكر 100 مره قبل ما يقول اي حاجه لاصحابه او يعمل اي حاجه في حياته عامه. بيكون عارف ان الاجابه اللي هيجاوبها في المحاضره صح 100%، بس برضه بيكون خايف انها تطلع غلط. طب ما تطلع غلط يا اسطى ولا اي جندله، هم هيعدموك في ميدان عام يعني. عنده تفكير مفرط وزياده في كل حاجه في الحياه، وحرفيا الخطوه اللي بياخدها بتكون بعد تفكير 20 سنه، واللي هو بعد ما يكون اخذ راي اصحابه والدفعه والدكاتره والولايات المتحده والصين واليابان وبوركينا فاسو. بيكون الموضوع سهل وبسيط ومش مستاهل، بس هو يكبر ويعملوا حوار ما بعده حوار. يعني على سبيل المثال برزنتيشن، انت بتطلع بتطرش كام كلمه بتاخد عليهم درجات وخلاص. لا، هو لازم يقعد شهر قبلها يقول لك انا خايف، ويجي مره واحده يقول لك لا انا خلاص مش هعمل، وتقنع فيه تاني، وبرضه يجي يقول لك مش حابب بصراحه، وبعد ما يطلع كمان هيقول كل الكلام صح، بس تلاقيه بعد ما خلص جري وقاعد يعيط. انا ما بحبش العيال دي وما بحبش اتعامل معاهم بصراحه. وبكده نكون وصلنا نهايه الفيديو يا معنجرين. اتمنى الفكره تكون عجبتكم، وانكم تكونوا شفتوا شخصيه مختلفه مش كله يعرفها الحبايب بس. وان شاء الله يعني لو لقيت اقبال على هذه الفكره هكررها لكم كتير. طرحوا لي برضو افكار في الكومنتات تنفع في سياق الفكره دي. وما تنساش تشترك يا معنجر منك ليه وتشير كده الفيديو وتصيطني. اخوكم الحكش بيحبكم في الله.